يا إخواني، لا تغرنكم الحياة الدنيا. الدنيا غرور، تغر الإنسان بما يرى من زخرفها، بما فيها من متع، بما فيها من جمال وملذات، لكن البصير هو الذي يأخذ منها القدر الذي لا يعيق مسيره إلى ربه. وما منا أحد قاعد، كلنا إلى الله سائر وكلنا إليه صائر. فجدير بنا أيها الأحباب، أيها الإخوة، أن نجد في طاعة ربنا، أن نجد قبل فوات الأوان. لا يغرنك شباب ولا صحة ولا غنى ولا قوة ولا كثرة متع ولا كثرة أصحاب. سرعان ما تزول هذه الأشياء، مع مر الأيام وتواليها تذهب كل هذه الأشياء، ولو بقيت معك فأنت الذي سترحل عنها، أنت الذي ستغادرها شئت أم أبيت. كل نفس ذائقة الموت. ولذلك جدير بنا أن نستعد لذلك الموقف، ولا يصدنا عن هذا صاد. مشروعك في حياتك هو أن تقيم حياتك على طاعة ربك. لا يعني هذا أن تنقطع عن دنياك، كما قد يتصور البعض أن عمارة الآخرة تقتضي هدم الدنيا. أبدا، هذا ليس بصحيح، هذا تصور مغلوط. عمارة الآخرة لا تتم على وجه الكمال إلا بعمارة الدنيا.